بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحلقة رقم 2 من سلسلة تعالوا نفهم روماتيزم. الحلقة اللي فاتت كانت بعنوان الكورتيزون فيه سم قاتل، واحنا بدأنا بالكورتيزون رغم ان المفروض نبدأ بحلقة النهاردة اللي هي يعني ايه روماتيزم. بس احنا قلنا نبدأ بداية غير تقليدية كنوع من التشويق وكنوع من يعني ما نبقاش تقليديين قوي يعني. النهاردة هنتكلم يعني ايه روماتيزم. روماتيزم معناه تخصص في الطب بيتعلق بالأمراض التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي وأمراض المناعة الذاتية اللي بتاخد الجهاز العضلي الهيكلي أو تؤثر عليه كجزء أساسي من المرض. يعني إيه الكلام ده؟ نبدأ بالجزء الثاني اللي هو إيه هي أمراض المناعة الذاتية. أمراض المناعة الذاتية ده خلل بيحصل في جهاز المناعة بيؤدي إنه جهاز المناعة بدل ما دوره الأصلي إنه بيهاجم الأعداء الخارجيين، بيهاجم أي حاجة تيجي من بره، هو اتقلب بقى أو جزء منه يعني أصبح فيه خلل فبقى بيهاجم أنسجة الجسم نفسها. طبعا لعدة أسباب وقصص كبيرة يعني، بس الخلاصة إنه جهاز المناعة بدأ يهاجم بعض أنسجة وأعضاء الجسم. في أمراض مناعة ذاتية كتيرة جدا، مش كلها روماتيزم، مش كلها تخضع أو بنعالجها احنا يعني. في أمراض تانية مناعية ذاتية لكنها مش بتاعتنا، زي مثلا مرض السكر. مرض السكر في نسبة كبيرة منه مرض مناعة ذاتية لكنه مش بيأثر على الجهاز العضلي الهيكلي، وبالتالي أو مش بيأثر بشكل مباشر وشكل أساسي منه. في طبعا مع طول المدة ممكن بيأثر على الإيدين على الرجلين ممكن، لكن هو أساسا ما بيأثرش على الجهاز العضلي الهيكلي كجزء أساسي من المرض. وبالتالي ما بعتبرش مرض السكر مرض روماتيزمي. نفس الكلام مثلا هاشيموتو ثايرويدايتس اللي هو مرض هاشيموتو اللي بيصيب الغدة الدرقية هنا، ده مرض مناعة ذاتية لكن تأثيره على الجهاز العضلي الهيكلي مش أساسي، مش جزء ركيزة أساسية من المرض. نفس الكلام التهاب الكبد المناعي اللي بيسموه اوتو اميون هيباتيتس، ده برضو مش تبعنا. احنا تبعنا الامراض المناعيه الذاتيه اللي بتصيب الجهاز العضلي الهيكلي، وكمان اي امراض بتصيب الجهاز العضلي الهيكلي بعيدا عن الاصابات والكسور يعني بتاعتنا. طيب ايه هو بقى الجهاز العضلي الهيكلي اللي احنا دوشناكم بيه من اول الحلقه يعني؟ الجهاز العضلي الهيكلي سعادتك هو الجهاز المسؤول عن حاجتين، كلمه عضلي يعني حركه، وهيكلي يعني هيكل. الجزء الاولاني اللي هو الهيكل اللي هو العظم، الهيكل العظمي بتاعك هو اللي مخليك محتفظ بشكلك، مش كائن رخو زي الاخطبوط مثلا او زي الرخويات او الحاجات اللي هي الكائنات الرخويه اللي هي ممكن تتبطط وممكن تتفرد وممكن تتشد وممكن يعني ايه شكلها بيتغير حسب ايه، حسب الضغوط الايه المؤثره عليها. يعني الاخطبوط لو شديته كده من دماغه كده ممكن يطول معاك خالص ويبقى رفيع وطويل، لو سبته على قاع المحيط او قاع البحر بيتفرش على القاع خالص، لانه ملوش هيكل عظمي يحافظ له على شكله. يبقى اول حاجه انا الهيكل العظمي هو اللي بيحافظ على شكلي، على الهيكل بتاعي، ده اسمه الجزء الهيكلي. الجزء العضلي او الجزء الحركي هو اللي بيسمح لي باني اتحرك. طيب انا عشان اتحرك محتاج ايه؟ محتاج 5 حاجات اساسيه. نمره 1 محتاج عظم عشان يبقى عندي هيكل اقدر احركه. نمره 2 العظم ده لو حاجه واحده، لو كتله واحده هبقى تمثال مش هبقى انسان، مش هقدر اتحرك برضه. يبقى نمرة 2 محتاج مفاصل بين العظم، ما تبقاش هيكل واحد عظمة واحدة، لا محتاج مجموعة عظام تربطها مفاصل. نمرة 3 محتاج عضلات تشد المفاصل دي، تشد قصدي العظم على المفاصل بحيث تحرك العظم. يعني أنا عندي عضلة هنا أهي بتشد عظمة الساعد دي فتسحبها لفوق كده، وعندي عضلة تانية من ورا من هنا بتسحب نفس العظمية بس في الاتجاه المعاكس تفردها كده. فوجود العضلات مهم جدا، ده رقم 3 بعد ايه؟ بعد العظم والمفاصل محتاج 3 العضلات. ملحق طبعا بالعضلات اللي هي الأنسجة اللي بيسموها الأنسجة اللينة اللي بتحيط بالمفاصل زي الأربطة وزي الأوتار وزي الكبسولة بتاعت النفس، كل الحاجات دي بتساعد برضو مع الحركة.
نمرة 4 محتاج تحكم في هذه العضلات، لأنه لو ما عنديش جهاز عصبي بيتحكم في هذه العضلات هيبقى الطرف اللي عندي اللي أنا فيه العضلات والعظام والمفاصل هيبقى طرف مشلول لا يتحرك، زي الناس اللي بيجيها شلل مثلا، دي ما بتقدرش تحرك جسمها رغم انه جسمها فيه العضلات وفيه العظام وفيه المفاصل، لكنه ما عندوش تحكم علوي من المخ على هذه العضلات. يبقى رقم 4 عندنا محتاج تحكم عصبي علوي على العضلات. نمرة 5 محتاج جلد يكون ينفع يتطبق ويتفرد. تخيل لو انا ما عنديش الجلد ده، او الجلد بتاعي زي لوح الخشب، ودي بتحصل في امراض عندنا، في مرض اسمه سكليروديرما او التيبس الجلدي، الجلد بيتحول لحته زي لوح الخشب كده يحصل لكاش، وبالتالي لو الجلد ما بيتنيش ويتفرد انا برضه مش هقدر اتحرك، رغم ان عندي العضلات وعندي الاعصاب وعندي المفاصل وعندي العظام، لكن برضه مش هقدر اتحرك. يبقى دول الخمس حاجات الاساسيين: عظام، مفاصل، عضلات وما يلحق بها، تحكم عصبي، وجلد قابل للحركة أو للثني والفرد. يلحق بالكلام ده بقى إن يكون العضلات دي اللي بتشتغل ليها تغذية دموية، يعني ليها أوردة وشرايين بتغذيها. كل الكلام ده مع بعضه بيسمى بالجهاز العضلي الهيكلي. طبعا جزء الجلد ده جهاز لوحده، الأعصاب ده جهاز لوحده، والأوعية الدموية جهاز لوحدها، لكن دول ملحقين بالجهاز العضلي الهيكلي. وفي بعض الأمراض اللي بتأثر على الجلد وعلى الجهاز العصبي وعلى الجهاز الدوري بتدخل معانا في الأمراض الروماتيزمية، يعني التهاب الأوعية الدموية المناعي ده مش تبع القلب والشرايين، ده تبع الروماتيزم. التيبس الجلد المزمن ده مش تبع الجلدية، ده تبع الروماتيزم، طالما بيأثر على الجسم وبيأثر معاه على الجلد. دي باختصار مجموعة الأمراض اللي أو مجموعة الأنسجة والأجهزة اللي أي أمراض بتحصل فيها بتبقى تبع الروماتيزم. يجي سؤال: طب إيه الفرق بين الروماتيزم والعظام؟ لا، العظام ده بيتعلق أساسا بالعظام والمفاصل تحديدا، ما بيلوش أوي علاقة بباقي الحاجات، وبيشتغل أساسا على قصة الكسور والإصابات والأورام، وأي حاجة محتاجة تدخل جراحي إلى حد كبير ده تبع العظام أساسا. يعني في طبعا حاجه بيسموها اوفرلاب، في طبعا حاجات مشتركه احنا هم بنعالجها، يعني خشونه المفاصل مثلا انا بعالج جزء منها، ودكتور العظام بيعالج يعني بعض الحالات التانية، مع اختلاف طبعا العلاج بيبقى شكله ايه. ساعات الانسجه الرخوه، اتصابات الاوتار، العضلات، الحاجات دي، الحقن الموضعي للمفاصل، الحاجات دي كلها بيشترك فيها دكتور العظام مع دكتور الروماتيزم، وانها وكاد ان هي اقرب للروماتيزم فعليا. علاقة الروماتيزم بالباطنة، لا الباطنة هي ده الباطنة العامة، ده الاسم العام. أحد فروع الباطنة هو الروماتيزم، لكن دكتور الباطنة العامة ساعات بلجأ له في بعض الحاجات، دكتور القلب والشرايين بيتعاون معاه في بعض الحالات. لينا ارتباط بمعظم التخصصات التانية، يعني مثلا في الذئبة الحمراء بيبقى ساعات بيصيب الكلى، فلازم أنسق مع دكتور الكلى. ساعات ممكن بيأثر على الصدر مثلا أو على الرئتين، فلازم أنا أتواصل مع دكتور الصدرية وأنسق معاه. في حالة مثلا زي الصدفية لو لوحدها ممكن دكتور الجلدية بيعالجها لوحده، لكن التهاب المفاصل الصدفي اللي هو التهاب مفاصل مناعي ومعاه صدفية بيبقى العلاج غالبا مشترك ما بين دكتور الجلدية ودكتور الأمراض الروماتيزمية. دي كانت مقدمة عامة كده، يعني ايه الروماتيزم وايه الأمراض اللي احنا بنعالجها عموما، ونلتقي إن شاء الله في حلقات تفصيلية بعد كده عن كل مرض أو كل مجموعة أمراض لوحدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي قريبا بإذن الله.